لو بطلتي معاه الحاجات دي صدقيني هينشغل بيكي، هيقول ايه ده، هي اتغيرت، هي كانت بتعمل كذا وكذا 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 وبطلت، يبقى في ايه؟ هي ليه؟ إيه اللي خلاها تعمل كده؟ إيه اللي خلاها تتغير كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، وزي ما متعودين نبدأ الفيديو بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان ما تنسوش تدعموني بلايك وتحطوا لي كده كومنتات حلوة وقمر كده زيكم. لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي هبة ودي قناتي. اهلا وسهلا بكم في قناتي. بتعملي ايه يا بنتي يا هبة؟ هقول لكم بعمل فطار. طبعا النهاردة بعمل قلقاس ورز بشعرية و... وفراخ هسلقها كده زي ما انتم ما شايفين، وهحمرها. وهعمل مش سلطة، هعمل طماطم مخللة. تمام. يعني الطماطم بقطعها كده شرايح وبعمل لها دقة بقى، اللي هي توم بخل وملح وكمون وشطة و... وكده بس يعني. عايزة اقول لكم بقى ان احنا فطرنا النهاردة قرب العشاء. والله العظيم بجد. المفروض اختي هتفطر معانا. تمام. فهي جاية من شغلها، فالسواق بقى يعني تاه بيها، يعني العربية اللي هي جاية بيها السواق تاه، لانه كانوا جايين تقريبا من اكتوبر او زايد حاجة زي كده، فتاهوا بقى. فجم متأخر جدا جدا. وعايزة اقول لكم بقى، بعد ما غرفت الاكل كله والله العظيم رجعته في الحلة تاني لحد ما جت، لان الاكل اصلا برد يعني فاهمني، فايه فرجعته في الحلة تاني وسخناه بقى تاني لما هي كانت خلاص جاية يعني او قربت تطلع. المهم بقى، عايزة اكلمكم النهاردة في موضوع مهم جدا جدا جدا. انا عارفة ان انا يعني هتهاجم وهتهاجم كتير جدا جدا من الرجالة، بس معلش بقى يعني معلش، ما انا لازم انصح صحابي وحبايبي واخواتي. تمام. فهاجموني زي ما انتم عايزين، وهقول يا نساء العالم اتحدوا. بصوا يا بنات، طبعا البعض مننا او اكترنا بيعانوا من يعني معاملة الزوج لزوجته، صح كده؟ اكيد كلنا بنعاني. طيب بص بقى يا ست الكل، انا النهارده هخليكي ما تعنيش تاني. تمام. وهخلي جوزك دوت يحبك ويموت فيكي كمان. والله العظيم. طيب ازاي يا هبه؟ تعالي هقولك. بصوا يا جماعه، والله العظيم بقى يعني دوت اللي انا شايفاه، وهو ده الشائع يعني فاهمني. والله العظيم امانه. الراجل. تمام. انا ممكن يعني اتطلق في الكلام اللي انا هقوله، بس مش خساره فيكم. هقول لكم بصوا يا بنات، الراجل من طبعه لما بيلاقي الست بتهتم بيه وبتديله حب كده وبتظهر له حبها واهتمامها بيه، والله العظيم بيتجاهلها. والله العظيم بجد بيتجاهلها. ما بيديهاش اهتمام، وطبعا ما بيديهاش اللي هي بتديهوله. فاهمني؟ وبيعتبرها من وجهة نظره مضمونة، يعني انت معايا، يعني مهما اروح مهما اجي اهتم ما اهتمش فانا ضمنك. هو طبعه كده، الراجل طبعه كده. طيب احنا نعمل ايه؟ وطبعا اللي انا هقوله ده انت اللي اجبرتنا ان احنا نعمل كده، انا ماليش دعوة. انت يا ست البنات مش هتهتمي. والله العظيم انا اللي بقولك ما تهتميش، لان انت لما بتهتمي بيه هو بيتجاهلك. فاحنا هنشيل حتة الاهتمام دي. مش معنى ان انا بقولك كده ان انت ما تعملوش طلباته، او يعني اللي هو عايزه ما تعملهولوش، لا مفيش الكلام دوت. بس اللي هو ايه، انك انت بقى لو متعودة بقى ان انت ايه تسألي عليه كل شوية بالتليفون، ما تعمليش ده. وانا اللي بقولك، لو طول الوقت عمالة تقولي له كلام حلو ومش عارف ايه، ما تقولولوش. بطلي انك تتبعي معاه الحاجات دي، لانك انت بالشكل ده مش في دماغه، عشان انا قلتلك ان هو ضمنك. طيب لو بطلتي معاه الحاجات دي صدقيني هينشغل بيكي، هيقول ايه ده، هي اتغيرت، هي كانت بتعمل كذا وكذا 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 وبطلت، يبقى في ايه؟ هي ليه؟ إيه اللي خلاها تعمل كده؟ إيه اللي خلاها تتغير كده؟ هتبدأي انك انت تشغلي دماغه. تمام. لو في اي حاجة في دماغه تانية، اقسم بالله اقسم بالله هيطلعها. تمام. لان زي ما قلت لك هو كان ضمنك. تمام. وهو بقى عايش حياته، ممكن يكون بيعرف واحدة تانية، ممكن بيتكلم مع واحدة تانية، عادي بقى اللي هو ايه شاغل دماغه بمواضيع تانية وحاجات تانية، علشان عارف ان انتي مشغولة بيه. لما هو يحس ان انتي مش مشغولة بيه
صدقيني 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 ان هو دماغه هتتشغل بيكي. ما انا عارفه ان انت ايه مش هتكوني ايه، يعني هو في دماغك، انا مش عارفه اوصلها لك قوي. هو في دماغك وكل حاجه، بس انت مش تظهري له ده، بس خليكي يعني جواكي زي ما انت. تمام، بس اياكي انك انت تظهري له. وزي ما قلت لك هينشغل بيكي وهيبقى مفكر على طول فيكي. هتبقى طبعا البدايه ان انشغاله بيكي ان ايه، ان كنتي في حاجات كنت بتعمليها ما بقيتيش تعمليها. طب ليه اتغيرتي؟ ايه اللي حصل؟ هيحط في دماغه 70,000 حاجة وحاجة. ويبقى انت كده نجحتي ونجحتي جدا. وقتها بقى هيحاول بقى ان هو ايه يعني يعاملك كويس. هيحاول ان هو يعرف ايه اللي خلاكي اتغيرتي كده. تمام. هيبدأ ان هو بقى اللي يهتم بيكي. والله العظيم يا جماعة صدقوني صدقوني دوت اللي هيحصل. تمام. هيهتم بقى هو بيكي وهيشوف ايه اللي ممكن يريحك، ايه اللي ممكن يعملهولك عشان تبقي مبسوطة وسعيدة. الحاجات دي كلها والله العظيم يا جماعة مش هتندموا من الحركة دي. قلت لكم ان انا ممكن اتطلق فيها، بس مش مشكلة، يلا يعني فداكم. والله يا بنات هم السبب اصلا، هم اللي بيعملوا كده وهم اللي بيبتدوا، نعمل لهم ايه بقى؟ فعادي، فيها ايه اصلا لو يعني يبقى في ما بيننا كده مودة ورحمة و... ويبقى في يعني اهتمام متبادل. الحاجات دي كلها يا جماعة، الاهتمام اصلا عمره ما كان بيطلب، والله العظيم ما كانش بصراحة الحاجة تيجي من البني ادم. تمام، الواحد بجد بيبقى مش محتاجها ومش عايزها. طيب هحكي لكم على حاجة واحدة كانت بتعملها زمان. في واحدة كانت تيجي مثلا تحضر لجوزها الأكل، تعمل البيض عادي جدا. تمام. وتروح جايبة الزيتونة وتروح ايه يعني مقطعاها كده ومفرغاها وتعملها زي عيون، اكنها عين دبدوب. تحط الطماطم، تجيب الطماطم وتفرغها كده يعني تقطعها شريحة وتقسمها نصين وتعملها زي بق بيضحك او في ابتسامة كده يعني. تعمل الاكل بشكل حلو جدا وبطريقه حلوه قوي قوي قوي. والله العظيم ما كان بيتمر، والله العظيم ما كان ايه بيهتم ولا بيقول الحاجه دي حلوه، ولا كان مثلا يشكرها ولا حاجه. يا جماعه الموضوع ده منقول منقول ماشي يعني، مش انا عشان ما حدش يجي يقول لي ايه انتي كنت بتعملي كده ولا الكلام ده، لا عديها الناس لبعضيها. الكلام ده كنت سمعته من واحدة يعني كانت بتعمل كده، وكانت بتبقى زعلانة وحزينة جدا ان هي بتعمل حاجات حلوة قوي 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 ومش لاقية يعني تقدير، مش شايفة ان في تقدير نهائي. انا كهبة يعني لو الموقف ده اتعمل معايا هزعل. لو لقيت مفيش تقدير من حاجة كويسة، حاجة حلوة انا بعملها، تمام، ما لقيتش تقدير هزعل جدا 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 كمان. والله يا جماعة أنا مش بقوم الست على الراجل ولا حاجة، لا بالعكس. يعني أنا نفسي إن فعلا إن إحنا كلنا نبقى كويسين. تمام. نعمل حاجة يمكن يبقى فيها تقدير بعدها، يعني أيا كانت الحاجة دي. والله العظيم عارفين الطبطبة دي حلوة قوي، بتخلي الواحدة إن هي لو يعني مش طايقة اللي قدامها ده وطبطب عليها تحس ان الدنيا كلها هي ملكها بايديها. المهم لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على حبيبي وشفيعي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واللايك يا جماعة اوعوا تنسى اللايك. انا نفسي اعرف حاجة، انتوا ليه يعني مش اول ما تدخلوا كده الفيديو تحطوا اللايك على طول؟ عايزه اقول لكم والله يا جماعه يعني، وقلتها لكم كذا مره، اللايك ده بيفرق معايا جدا 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 بجد. هو مش هيفرق معاكي حاجة، انت اول ما تخشي الفيديو هتحطي اللايك وخلاص، مش هيفرق معاكي. لكن هو هيفرق معايا في ايه؟ ان اللايك ده بيشير يا جماعة الفيديو. تمام. بيخلي الفيديو يترفع. ف... فبيفرق معايا، فبالله عليكم ما تنسوش تحطوا اللايك. المهم هنا كنت خلاص الحمد لله خلصت الرز، خلصت القلقاس. بحمر الفراخ، وكمان عملت الطماطم زي ما انا ما قلت لكم كده. عايزه اقول لكم يا بنات ان انا بحب جدا 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 الفراخ اللي هي المحمره كده، اللي هي تبقى مسلوقه وتتحمر اكتر من الفراخ اللي هي في الفرن. بصوا يا بنات ايه رايكم تدوني افكار فيديوهات اعملها لكم؟
يعني اعمل حاجة انتوا تكونوا ايه حابينها وعايزينها وعايزين ان انا ايه اعملها يعني. ده هيسهل عليا حاجات كتير جدا، يعني اكون عاملة حاجة انتوا اللي طالبينها مني وعايزينها، احسن من اني اعمل حاجة ممكن ايه ما تعجبكوش. اللي قولولي بقى يا بنات، تفتكروا ان انا هتنفخ بسبب الفيديو ده؟ اه انا اعتقد ان انا هتنفخ، بس والله بجد انا كل اللي انا قلته لكم حاجات واقعية ومعروفة يعني، واحنا كلنا شايفينها يعني انا ما افتكستش حاجة من دماغي. المهم بقى زي ما شفتوا كده في بداية الفيديو ان انا عملت عصير قمر الدين، تمام، وهنا بقى كنت بصبه علشان نفطر بيه بقى، هو ده الوحيد اللي احنا فطرنا بيه بجد والله العظيم يعني، وكان متأخر. بس بقى يا حلوين، هو ده كان فيديو النهاردة، بتمنى كده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة جدا. طبعا عايزة اقول لكم ان الموضوع كله اللي انا كنت بتكلم فيه كان بجد وبجد جدا جدا. بتمنى كده تحطوا لي اللايك وتدعوا لي كده دعوة حلوة من قلبكم، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم مع الف سلامة.